بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم صينية العزيزية الجميلة ديت بالشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده، وبطعم جميل جدا، طعم خيال زي بتاعة الحلواني واحسن كمان. هقولك على كل تفاصيلها وازاي تطلع معاكي بالنتيجة الحلوة ديت. وعايزة تطلعها سميكة عن كده هقولك، وعايزة تطلعها بالحجم ده زي ما بنجيبها من محل الحلواني هقولك برضو. تمام. بس تابع معايا الفيديو للاخر عشان اقولك تطلعها بالجمال والطعم الرائع ده ازاي. تمام حبيبتي. اول حاجة معانا كيلو من الحليب، تمام، ونص وكوبايه الا ربع من المكرونه. معايا كوبايتين ميه على النار يغلوا، هنحط فيهم كوبايه الا ربع من المكرونه، اي نوع مكرونه معاكي ينفع، سباكيتي، اقلام، المكرونه المعوجه ديت اي نوع ينفع. ولو في مكرونه مش حلوه معاكي في الطبيخ ممكن تستخدميها في الوصفه دي. تمام. هنسيبهم كده يغلوا وتشرب كوبايتين الميه خالص وتستوي. تمام كده. اول ما تشربهم وتستوي خالص خالص، انا عايزاها مستويه خالص، هقوم جايبه شفشق الخلاط وهضربها بكوبايتين من الحليب. تمام. انا هعمل الوصفه دي بكيلو من الحليب كلها، فانا هاخد كوبايتين من الكيلو الحليب وهضرب فيهم المكرونه. ممكن في الخطوه دي تحطي كوبايه من السكر او تحطيها على النار، بس انا هحط كوبايه السكر في الخلاط معاهم وانا بضربها. تمام كده. ممكن تحطي كوباية ونص لو بتحبها مسكرة، او بس هي كان سكرها مظبوط وجميلة جدا جدا بكوباية السكر. تمام. فانا الوقت هجيبها بقى وهصفيها. ممكن انت تتخطى الخطوه ديت وما تصفاش، وفي كمان ناس ما بتضرب يعني حلوانيه ما بيضربوهاش في الخلاط، بس انا بحبها ناعمه وحلوه زي بتاعه الحلوان. انا الحاجات اللي هتتصفى ديت مش هرميها، هاخدها تاني واضربها تاني في الخلاط عشان تنعم معايا اكتر. تمام. اهو زي ما انت شايفه هصفيها كويس اوي، وهاخد بقى ده اضربه في الخلاط تاني بشويه من الحليب. تمام كده. وهرفع بقى الحلة على النار بالخليط ده اهو زي ما انتوا شايفين. يلا يا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انت شايفه اهوت، خدت نص كوبايه من الحليب وضربتها وهحطها بقى في الحله زي ما انت شايفه، وهرفعها على النار وهزود باقي الحليب. تمام. على نار متوسطه بقى، وتقليب مستمر عشان ما تشطش منك ولا تاخد ريحه، لان احنا عارفين ان ديت ده الحليب، ولو ما قلبتوش كويس هيشط منك ويعمل ريحه مش كويسه في العزيزيه. معانا هنا 4 معالق من النشا، عليهم نص كوبايه ميه وادوبهم كويس. اول ما العزيزيه او اللبن يقوم كده هيفور او هيقلب معايا، اضيف معلقه من السمنه. تمام. وبحط هنا نص معلقه صغيره من الفانيليا. تمام اهوت. معلقه كبيره من السمنه او الزبده، ويا ريت تكون سمنه فلاحي هتديكي نتيجه مبهره. تمام اهوت. اول ما يبتدي يقلب بقى كده ويغلي معايا، هقوم حاطه ال4 معالق النشا عليهم نص كوبايه من اللبن من الميه زي ما انا قلتلك، وتقليب بقى مستمر كده لغايه ما يبتدي يبقبق ويربط معايا. تمام كده. هكون مجهزه صينيه مقاس 30 او 32، عايزاها مرتفعه ممكن تخليها 28، بس هي مقاس 30 حلوة قوي. انا كنت حاطاه في مقاس 32 لان انا بحبها مش مرتفعة قوي. تمام. وبتفضلي تقلبي كده باستمرار. تمام. لغاية ما يبتدي بقى يبقبق معاكي كده ويتقل. بتكوني محضرة صينية زي ما انا قلتلك ودهناها معلقة من السمنة الفلاحي او الزبدة. تمام كده. ويا ريت تكون سمنة فلاحي زي ما انت شايفه. ومش هستنى بقى خالص ان انا هكون مجهزه الصينيه اساسا قبل ما ابدا في الوصفه. ما تسيبيش العزيزيه في قلب الحله لانها بتجمد بسرعه وهتنزل معاكي كانها كلاكيع كده، مش هتنزل معاكي بالقوام الحريري الناعم ده. تمام. يبقى اول ما تطفي عليها هتكون اساسا محضره الصينيه. تمام. اسيبها بقى اخبطها خبطتين على الرخامه كده عشان تتفرد معايا. شايفين وشها ناعم وجميل ازاي؟ اخبطها خبطتين عشان تتساوي معايا زي ما انا قلتلك. وهجهز بقى الخلطه اللي بتخلي الوش احمر وبتطلع معانا الوش الجميل ده. هي عباره عن معلقه من العسل النحل. تمام. ومعلقه من السمنه او الزبده. تمام كده. هو ده اللي بيديها وش الجميل اللي احنا بنشوفه في محلات الحلواني. في ناس بتدهنها بيض بس انا ما حبيتهاش، يعني هي احلى حاجه ليها العسل النحل. تمام. ومعلقه السمنه او الزبده هنخلطهم كده مع بعض لغايه ما يتجانسوا. ممكن على فكره تسيحي السمنه وتدهنيها لوحدها وبعد كده تدهني العسل فوقها، بس انا يعني ايه بخلطهم مع بعض كده زي ما انت شايفه، وبقوم دهنه ايه وشها.
يلا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها. هنا كانت شوفوا شدت ازاي وتماسكت. اقوم بقى دهنه وشها. ومعايا كمان سر هقولك عليه، ممكن كمان تستغني عن الخطوه بتاعه العسل وتدهني سمنه بس وترشي على وشها سكر الناعم اللي هو السكر الابيض، بلاش سكر التموين. تمام، هيديها وش مش حلو ووش غامق مش هيعجبك خالص. اهو السكر ده ممكن كمان تعملي الخطوه اللي انا عملتها دي وترشي السكر كمان، هو اللي هيديك الوش الجميل. دلوقتي هتخشي تحت الشوايه 10 دقايق، ما بنولعش الفرن، يا ما بتحتاجش فرن. تمام كده، وتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. شايفين قد ايه جميله وكان طعمها رائع. شوفوا ابني بيقول لكم حطوا لايك، يلا ما تزعلوش وانزلوا حطوا لايك. مع السلامه.